إن الزنا دين إن أقرضته أقرضا، والله من زنى ليزنين به ولو بجداره بربع درهم. الزنا دين ولو زدت لزاد الصدقة. الحل عباد الله بعد الخوف من الله سبحانه وتعالى أن ينظر الرجل إلى هذه النسوة أو إلى هؤلاء البنات أنهن مثل أخواته ومثل عماته ومثل خالاته، حتى ينزع الله عز وجل ما في قلبه من جذوة الشيطان التي يهش عليها في الليل والنهار. لذا فالزنا يسود الوجوه عباد الله، يسود الوجوه ويخرج الإيمان من القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان حتى صار فوقه كالظلة، فإذا خرج من هذا العمل رجع إليه. ولما سأل عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاهما قال: كيف ينزع الإيمان؟ قال: فشبك بين أصابعه هكذا ثم أخرجهما منه. قال: فإذا تاب من هذا العمل عاد الإيمان إليه هكذا وشبك بين أصابعه. ومنه أيضا عباد الله عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ظهرت الفاحشة والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: الزنا موجب للموت العام، الزنا موجب للموت العام والطواعين. قال: فلما دخلت البغايا في معسكر موسى عليه الصلاة والسلام ففشت فيهم الفاحشة سلط الله عز وجل عليهم الطاعون. قال: فمات في يوم 70,000 وما منكم الطواعين عافانا الله وإياكم ببعيد. في العصور الوسطى عباد الله، في العصور الوسطى فقط أهلك الطاعون أكثر من 300 مليون نفس بسبب انتشار الفاحشة والزنا في هؤلاء القوم الذين كانوا يتبادرون فيها كتهاوج الحمر في الطرق. أيها الشاب الحبيب، أنصح لك نفسي والله، وإلى الكبير وإلى الصغير: اطرد عنك النظر إلى الحرام، فإن مستصغر النار من الشرر كما أن مستصغر الجبال من الحصى والحجر. إن كل زنا مبدأه النظر إلى الحرام، وإن العبد إذا أطلق بصره في الرلزات السريعة وفي الأفلام وفي المواقع الإباحية أفسد قلبه وأنتن بدنه وعوز حاله إلى الذلة والهوان والصغار عافانا الله وإياكم، فيصبح ذليلا يتتبع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيصير حاله كحال الفراش الذي يسعى إلى النار حتى يساقط فيها. اطرد عنك هذا الوسواس، اطرد عنك فيض الزنا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، بالحياء من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: استحيوا من الله. فقال الصحابة: والله يا رسول الله إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن أن تحفظ الرأس وما وعى، البصر، اللسان، العين، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، فأكل الحرام والرشوة والاختلاس والإفساد بين الناس وسرقة الملايين من خزينة الدولة، هذا مسكين أين سيذهب من الله سبحانه وتعالى؟ ومن البطن الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. بالخوف من الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي إلى نفسها، إلى الزنا، فقال: إني أخاف الله.